مساء الخير، ازيكم يا جماعة؟ هنعمل النهاردة كفتة الرز اللي البيوت المصرية كلها بتحبها والبيوت كلها بتعملها. حاجة من زمان قوي، من أمهاتنا وأجدادنا بيحبوها وبيعملوها. وبعدين منها ممكن ان انت تاخدي الكفتة، تحفظيها في الفريزر وتقعد عندك وقت تطلعيها بالأكياس تعمليها على طول. وبعدين هنستغل النهاردة الكبة اللي هي الكهربا اللي هي كنت أخدتها في المسابقة وفي المهرجان. بس هنبدأ دلوقتي مع بعض، بس لو أول مرة تشوفوني أنا فايزة عبد الله. وهنبدأ دلوقتي أول حاجة هنفرم اللحمة في الكبة، وهنشوف الشكل بتاعها ونشوف الكفتة الجميلة الشهية، وهي كمان بقى مع الرز كده بالصلصة والصوص بتاعها كده، الطعم والشكل الجميل. معايا الكبة اللي هي الكهرباء زي ما شايفينها كده. هي أولا ليها استخدامات كتيرة قوي. هنبدأ مع بعض سريع كده هون من غير ما أطول عليكم أكتر من كده. معانا نص اللحمة، أنا هعمل نص بس. أنا هعمل لحمة كندوز. معايا أنا غسلاها ومقطعاها قطع صغيرة فيها نسبة من الدهون. بعد ما اتغسلت أنا صفيتها كويس من المية. هحط قطع اللحمة كده في الكبة، هفرمها في الكبة الأول فرم كويس. وبعدين لما أخلص الفرم بتاعها هحط الرز عندي مطحون، جايباه جاهز مطحون. لو انت بقى عايزة عندك ال الرز سليم بتغسليه الأول وبتسيبيه ينشف وبعدين بتطحنيه لوحده. بس أنا استسهلت إن أنا جبت الرز مطحون، ففرمت كده اللحمة زي ما شايفين ما شاء الله. هفرم مكانها على طول البقدونس والكزبرة الخضراء والشبت مغسولين. أخدت الورق بتاعهم شلت العروق زي ما شايفين كده. هحط عليها بقى البصلاية، بصلة واحدة متوسطة، ما تكتريش البصل في الكفتة علشان ما تبقاش فيها مية. شايفين البصلة حطيت معاها 2 فص توم بس مش أكتر. ده بالنسبة لي أنا، في ناس بتحب توم أكتر تحطي اللي أنت عايزاه. بس هي كده يعني 2 فص توم كبار شوية فرمتهم مع الخضرة. وبعدين حطيت الكمية بتاعت اللحمة مع الخضرة على مرتين عشان ما تبقاش كلها. شايفين أنا هحط بقى معلقتين مية زي ما احنا شايفين كده، معلقتين مية، 3 معالق مية عشان تديها ليونة شوية أو تبقى فيها سيولة كده، أقدر إن أنا أفرمها كويس. لما تمسكيها كده أنا حطيت الرز عليها. الرز يا جماعة أنا حطيت 200 جرام على نص كيلو اللحمة، اللي هو واخد كوباية أو اللي هو المج الصغير بتاع الشاي. شايفين بالشكل ده فرمتها على مرتين لغاية لما تمسكيها كده تلاقيها ناعمة قوي، تصبعيها او تحس ان هي ما فيهاش اي حاجة خشنة. ما فيش الرز ملهوش اي اثر خالص، الخليط بمعنى اصح كله متجانس. هجيب كده التوابل هحطها: الملح، الفلفل الاسود، جوز الطيب، ممكن بهارات لحمة مش اكتر من كده. كله هيبقى عندنا في صندوق الوصف. انا حطيت معلقتين زيت كده وبعدين هصبعها بالزيت، امسح ايديا بالزيت عشان ما تلزقش، وابدا اصبع كده. بصوا النص كيلو اللحمه وال200 جرام اللي هم الرز المطحون او كوبايه الرز المطحونه. شفتوا اخدت قد ايه، عملت قد ايه كميه. في الغالب الناس بتحط على فكره الرز اكتر بس عشان ما تبقاش طعمها رز قوي، وبعدين في نفس الوقت لو اقل هتفك. احنا كده المقدار بتاعها حلو قوي. شفت عملنا الكميه دي كلها. هبدأ بقى أقلي في الزيت. معايا الزيت سخن بس ما يبقاش مغلي قوي علشان ما تستويش قوي من بره ومن جوه تبقى نية. وبعدين ما بتاخدش تسوية، يعني مجرد ما انت بتحطي الكفتة، صوابع الكفتة ما تحطيش قليل برضو علشان ما تبقاش قليلة تتحرق بسرعة. فأنا بحط الكمية على قد الطاسة اللي أنا بحمر فيها. وبعدين بقلب على طول واروح مطلعاها، هحط بقية الكمية اقليها بالشكل ده. وبعدين هطلعها يا اما في مصفى او على مناديل المطبخ عشان تفضل مقرمشة. هي ما فيهاش، مش شاربة اي زيت. شايفين الشكل بتاعها من جوه والطعم بتاعها حلو جدا.
أنا هاشيلها كده وأحفظها بقى في الفريزر شوية، تتحط أكياس كده وتطلّعيها على طول، تحطّي لها بقى ال الدمعة بتاعتها والبصلة وبتاع، مش هتاخد منِّك أي وقت، تحفظيها يعني طول شهر رمضان تطلّعيها وتعملي منها. هابدأ أعملها بقى الدمعة بتاعتها أو أحطها في الصوص بتاعها. معايا بصلة متوسطة هاحطها في المادة الدهنية، لازم يُفضّل سمنة بلدي. أنا بادبّل كده البصلة، مجرد إن هي تصفر هاحط فص توم واحد عليها، وبعدين هاحط قطعة فلفل حار. مجرد إن هي تدبل كده في السمنة وتبدأ لونها يصفر، حطيت الطماطم. الطماطم قد كوبايتين تقريبًا طماطم، وبعدين هاحط معلقة معجون طماطم أو صلصة، هاحط البابريكا، هاحط الفلفل الأسود، هاحط الملح قطعة ماجي لو موجودة، مش موجودة خلاص. مجرد إن هي تغلي غلوة كده، هاروح حاطة بقى الكفتة عليها، هتغلي حوالي 10 دقايق. أنا هاحط عليها معلقة سكر، المفروض كنت أحطها الأول. برضه هاحط مَيّة مغلية، لازم تكون مغلية أو سخنة، يعني حوالي زي كوباية كده تبقى مغطية بس الكفتة وتاخد غلوة تستوي. بُصّوا وقلبتها في الطبق، ده الشكل النهائي بتاعها، مستوية ما فكِّتش عشان المقدار بتاعها كويس. شايفين طعمها حلو أوي، مستوية من جوّه مش ناشفة ومش فكِّت كمان، يعني مش مفرولة. حطيت معاها بقى كده طبق الرز بالشعرية وتقطّعيها كده مستوية وتاكلي الطعم الشكل الشهي والطعم الجميل. يا ريت تجرّبوها وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبتكم الوصفة بتاعتي تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.